بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كريستوس انستي، المسيح قام. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا بنعيد طبعا بافراح القيامه، وفرصه ان عيد مرجرجس السنه دي جاي بعد بقى اسبوع الالام، ففرصه انكم بتعيدوا، وانا خدت بركه كبيره ان انا جاي اعيد معاكم من ال3 ايام او ال4 ايام بتوع نهضه مرجرجس. فبشكر الاباء على دعوتهم ان انا اخد بركه الكنيسه، وطبعا بطلب صلوات. بما اننا في ايام القيامه وافراح القيامه، فدايما احنا بنقول اننا دايما نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. معنى ان انا عندي رجاء يبقى انا كان عندي ايه؟ عندي ثقة وايمان بقيامة السيد المسيح له كل المجد. الاول هقرأ جزء من العظة اللي قالها القديس بطرس الرسول في يوم حلول الروح القدس على التلاميذ، اللي هو يوم الخمسين. في العظة دي كانت أول عظة بعد حلول الروح القدس. في العظة دي القديس بطرس اتكلم عن نبوات كتير جدا اتقالت عن السيد المسيح، وشاورت على حياته وتجسده وآلامه، ومن ضمن الكلام كلامه عن القيامة. فأنا هاخد بس كم آية اللي اتكلم فيها القديس بطرس عن قيامة السيد المسيح. الكلام ده في الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل من آية 22. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. يعني إيه؟ يعني ما كانش يقدر الموت يقبض على السيد المسيح زيه زي أي إنسان بيموت. وبعد كده بيستشهد القديس بطرس بنبوة قالها داود النبي عن قيامة السيد المسيح في مزمور 16. اللي حب يرجع للمزمور ده بعد كده، فبيقول: لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. فبيقول: أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال، يعني المفروض نقول عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. يعني في مزمور 16 داود بيقول إن ربنا لن يترك نفسه في الهاوية، وجسده لن يرى فساد. فالقديس بطرس بيسأل اليهود بيقول لهم: طب احنا داود عارفين انه مات ومدفون في قبر، احنا عارفين، ولغاية دلوقتي هو ايه؟ مدفون. ازاي الكلام ده ينطبق عليه؟ طبعا الكلام ده مش عليه هو. فبيقول: فإذ كان نبيا، لأن داود احنا بنسميه داود النبي، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، يعني السيد المسيح من نسل داود. يبقى الكلام اللي بيقوله داود ده بلسان مين؟ بلسان المسيح، بالنبوة. كأن المسيح بيقول إن الله الآب
لن يترك ابنه في الهوية ولن يرى جسده فساد. فبيقول سبق داود النبي، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، إنه لم تترك نفسه في الهوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك. نعمة الله الآب تحل على روحنا آمين. قديس بطرس وقف وشهد عن قيامة المسيح، لكن طبعا الكلام لوحده مش كفاية. وممكن بطرس يقول من هنا للصبح المسيح قام، لكن ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هل في دليل ان المسيح قام؟ هل الأدلة دي ينفع نقولها واحنا في القرن 21؟ طبعا طبعا. وهو ده اللي لو حد بس فكر انه يشككني في صلب وقيامة المسيح، اقول له ايه ده؟ احنا عندنا بدل الدليل اكتر من دليل، اكتر من برهان. اول برهان من براهين القيامة هو رموز وبعض النبوات من العهد القديم. انا طبعا مش هقولها كلها لانها كتير قوي، لكن هكتفي برمزين ونبوتين بس. الرمز الاولاني هو تقديم ابونا ابراهيم ابنه اسحاق على المذبح. هل ابونا ابراهيم لما قدم ابونا اسحاق، لما رجع معاه اسحاق حي ولا ميت؟ حي. فاسحاق رمز لقيامة المسيح، زي ما نام على المذبح وقام تاني، المسيح نام في القبر 3 أيام وقام تاني. طيب هل الكلام ده كلامنا احنا؟ لا، مش كلامنا، ده كلام القديس بولس في عبرانيين. يقول عن الموضوع ده وبيشرح المشهد ده، بيقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، الذين منهم. مين الذين؟ مين؟ إبراهيم وإسحاق. الذين منهم أخذه أيضا في مثال. يعني إيه؟ يعني إسحاق كان مثال لمين؟ للمسيح. زي ما نام على المذبح وقام حي، المسيح نام في القبر وقام حي. ده أول رمز. الرمز الثاني مشهور جدا وكلنا عارفينه، رمز يونان النبي. واللي قال مين الكلام دوت؟ مين؟ السيد المسيح. فبيشرح برضو المشهد بتاع يونان النبي، فبيقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. دول رمزين معروفين جدا كلنا عارفينهم عن قيامة السيد المسيح. هقول نبوتين بس. النبوة الأولانية لسه قايلينها في بداية الكلمة، اللي هي من أهني سفر إيه؟ لا، في العهد القديم بقى، مزمور 16. من مزمور إيه؟ 16 داود النبي بيقول عن المسيح: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى. دي أول نبوة. النبوة الثانية بقى عجيبة جدا، أعتقد وهوشع النبي بيكتبها ما فهمهاش، ولا كان حد من اليهود ولا حتى التلاميذ فهمينها، لكن فهموها إمتى؟ لما المسيح قام. طب إيه بقى النبوة دي؟ هوشع النبي بيقول في إصحاح 6: هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه. نبوة كأنه بيشاور على إيه؟ قيامة المسيح. هو يعني إيه ربنا هيقومنا بعد 3 أيام؟
لأن المسيح لما قام صار بكورة للراقدين. شفتوا جمال الكتاب المقدس بيشاور على كل حاجة. دي أول دليل على القيامة، إن العهد القديم اتكلم عنها. تاني دليل شهادة السيد المسيح نفسه إنه هيموت وبعد 3 أيام هيقوم. طبعا اتكلم عن الموضوع ده كذا مرة، بس أنا هقول مرتين. المرة الأولانية لما صعد لجبل التجلي، خد مين معاه؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. بعد ما حصل التجلي وهم نازلين من على الجبل قال لهم اوعوا تجيبوا سيرة لحد للي حصل ده إلا بعد ما أقوم من الأموات. فالقديس متى يقول إيه؟ قال لهم لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. طبعا التلاميذ في وقتها ما فهموش حاجة، يعني إيه المسيح يقوم من الأموات؟ المرة الثانية اللي هقولها لما السيد المسيح دخل الهيكل، ولما دخل الهيكل لقى الباعة والصيارفة وكان الهيكل محزن. فالسيد المسيح عمل ايه؟ طردهم وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيموا. طبعا ولا اليهود فهموا الكلام ده ولا التلاميذ فهموا. التلاميذ نفسهم ما كانوش فاهمين ازاي الهيكل الكبير ده اللي اتبنى في 46 سنة السيد المسيح يقول لهم هدوه وانا هبنيه. طبعا هو كان بيتكلم على ايه؟ هيكل جسده. فقال كده هوت فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. الدليل الثالث إن القبر لقوه إيه؟ فارغ. القبر وجد فارغا. طبعا أول ناس شافوه فاضي حاملات الطين لما راحوا في الفجر. بعديهم راح بطرس ويوحنا. بطرس دخل الأول وبعد كده يوحنا وراه وشافوا الأكفان موجودة فأمنوا إن المسيح قام. بعد كده طلعوا كذبة إن التلاميذ جم بالليل وسرقوا الجسد، لكن الكذبة دي سهل جدا جدا يترد عليها. عشان لو حد جه وقال ده التلاميذ هم اللي سرقوا جسد المسيح، قول له لا، تعال اقول لك. اول حاجة ان السيد المسيح اتدفن في قبر جديد. قبر ايه؟ جديد. الموضوع ده ما كانش كده اعتباطا، لا، ده كان بتدبير من ربنا. ليه؟ عشان لما يجوا يقولوا ان المسيح قام ما يجيش حد يقول لك لا مش هو اللي قام، ده واحد تاني. عشان كده اتدفن لوحده. اتدفن لوحده. ده اول حاجة. 2 اتحط على باب القبر ايه؟ حجر عظيم محدش يقدر يدحرجه لوحده، لازم مجموعة من رجالة كتير، لدرجة ان حاملات الطيب لما راحوا الصبح قالوا مين يدحرج لنا الحجر. كان الموضوع صعب. عشان كده فكرة ان التلاميذ يروحوا يدحرجوا الحجر سكيتي من غير صوت، والجنود قاعد حتى لو نايمين مش هيقوموا من الصوت الكبير اللي هيحصل، طبعا ايه؟ كذب ملوش رجلين زي ما بيقولوا. ثالث دليل ان الحجر اللي اتحط على باب القبر اتختم. انتوا عارفين يعني ايه ختم؟ عارفين لما بيقولوا مثلا محل اتشمع بالشمع الاحمر، بيجيبوا حبل تخين ويحطوه على القبر ويجيبوا شمع وايه ويحطوه على القبر ويختموه بالختم الملكي. تمام؟
اي شرخ في الختم ده يبقى معنى كده حد ايه؟ حد عمل حاجه، صح؟ طيب هل ان هم يختموا بالختم الملكي حد يستجري يقرب ويكسره يحصل فيه ايه؟ هيحاكموه على طول ويموتوه ممكن. طيب ليه لما الحجر اتدحرج واكيد الختم اتكسر، ليه لما بيقولوا ان التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد ما راحوش قبضوا عليهم بتهمة ايه؟ ان هم كسروا الختم. احنا قلنا ده ختم ملكي، فده دليل على ايه؟ كذبهم، لان هم عارفين ان هم بيكذبوا، فهم حتى ما قبضوش على التلاميذ. رابع حاجة، لو جينا نبص على التلاميذ كان شكلهم ايه؟ مرعوبين. الدليل ان كلهم وقت ما اتقبض على السيد المسيح كلهم هربوا وراحوا استخبوا في العلية وقفلوا على نفسهم من جوه، صح؟ طيب هل ممكن ناس مرعوبة بالشكل ده وكلهم سابوا المسيح وهربوا يستجروا ان هم يروحوا بعد كده يسرقوا جسد المسيح؟ كلام مش منطقي اساسا. طيب دليل الخامس بقى والاهم هو ان التلاميذ شافوا ايه جوه القبر؟ الاكفان. بص، جسد المسيح قبل ما بيكفنوه بحسب عادة اليهود بيصبوا على جسده حاجة اسمها مر. المر ده نوع من الأطياب، بعد ما بينشف بيبقى عامل زي الصمغ. فالأكفان اللي اتلفت على جسد المسيح بقت عاملة ايه؟ ملزوقة على الجسد. طيب هل في ناس راح تسرق هيبقى عندها الوقت والقلب والأعصاب إنها تقعد تفك في الأكفان ويبقى عندها الوقت عشان تقعد تطبقها وتهندمها وتحطها بنظام؟ في حد يقدر يعمل كده؟ ولا هيكونوا متلهوجين وعاوزين يشيلوه بسرعة ويجروا؟ إن ما كانش إن هم حتى لما ياخدوا الجسد يبقى مسطور بالأكفان، ما ياخدوهوش عريان. لكن سيبكم من دي، إن هم يبقوا عندهم الوقت يعملوا كده، طبعا كلام ما يخشش العقل. وبالتالي إن المسيح يقوم ويرتب الأكفان ويحطها والمنديل في مكان لوحده، ده دليل على إيه؟ إن هو قام بذاته، ودليل أكيد. رابع برهان أو رابع دليل على القيامة هو طبعا ده بقى اللي هو ما يقبلش خالص الشك، ظهورات المسيح بعد القيامة. أول حد شهد على القيامة مين؟ مريم المجدلية. فتقول كده هو ذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون. يبقى أول شاهدة للقيامة. بعد كده تلميذي عمواس، يقول كده الكتاب: بعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين إلى البرية، وذهب هذان وأخبر الباقين. ثالث شهادة شهادة قديس يوحنا الحبيب. قديس يوحنا في آخر إنجيله يتكلم عن نفسه إنه كان شاهد عيان، فقال إيه؟ يسوع هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق. يعني أنا إيه؟ شفته بعناية والشهادة بتاعتي حق. رابع شهادة شهادة القديس بطرس اللي وقف في يوم 50 وقال: يسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود بذلك. بعد كده عندنا سجل من ظهور للسيد المسيح أو ظهورات للسيد المسيح اتنقلت من شخص لشخص
لغاية ما وصلت للقديس بولس الرسول. بولس الرسول اتكلم عن ظهور للمسيح بالترتيب، وآخر ظهور ظهر ل500 شخص مرة واحدة. فبيقول الكلام ده لمين؟ لأهل كورنثوس اللي ابتدوا يشككوا في القيامة. فبيقول لهم لو انتوا مش مصدقين القيامة اسألوا مين؟ الشهود دول. فبيقول إنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، إن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر صفا اللي هو مين؟ قديس بطرس، ثم لل12، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، يعني لسه عايشين. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. الرسل أجمعين هنا يقصد مين؟ 70 رسل. فيبقى كده في شهادة مش 1 ولا 2 ولا 12، دي شهادة ايه؟ مئات شافوه بعينيهم، ودول شهدوا بقيامة السيد المسيح. طيب تقول لي طيب ماشي، برضو كل ده حاجات حصلت من 2000 سنة، ايه الدليل في ايامنا دي؟ ماشي، النور ماشي طبعا جزء منه، بس انا بتكلم على يعني ايه اننا بنؤمن بشخص حي. هقول لكم اول حاجة، الشهداء لغاية دلوقتي في مؤمنين بيقدموا حياتهم ويسفكوا دمهم من أجل المسيح. هل ممكن واحد يقبل إنه يموت من أجل شخص ميت؟ لا طبعا. لكن عشان احنا واثقين إنه مسيحنا حي، فاحنا ما بنخافش من الموت. ما بنخافش من ايه؟ من الموت. لدرجة ان حتى لما حد من احبائنا بينتقل، لما بنيجي نعزي بعض بنقول ايه؟ طبعا مش بنقول البقية في حياتك وربنا يجعلها اخر الاحزان، الكلام ده طبعا مش هو ده القاموس بتاعنا، لكن بنقول ايه؟ المسيح قام. احنا مش بنقولها بس في الخمسين، احنا بنقولها حتى واحنا بنعزي بعض، المسيح قام. ده معناه ايه؟ معناه ان الموت ملوش سلطان علينا. ليه؟ لان مسيحنا حي وموجود في السماء، واحبائنا اللي انتقلوا مسيرنا هنتقابل تاني. تالت دليل او اخر دليل هو عمل السيد المسيح حتى الان ما بين الناس. ازاي؟ هل ممكن شخص ميت ينخس ضمير الناس علشان يسيبوا نواميس او شرائع عاشوا فيها لمدة سنين وفق ابائهم واجدادهم، ويسيبوا ده كله ويؤمنوا بالمسيح؟ هل الكلام ده ينفع لو كان شخص ميت؟ لازم يكون ايه؟ حي. لازم يكون حي. هل ينفع شخص ميت باسمه تخرج شياطين كتير؟ لازم يكون ايه؟ حي. هل ينفع شخص ميت ينخس ضمير انسان عايش في الخطية بقاله سنين ويتحول 180 درجة ويبقى من القديسين؟ هل ينفع يبقى إنسان ميت يعمل كده؟ لازم يكون إيه؟ حي. فمسيحنا حي. الدليل إن الكنيسة دي مليانة على آخرها، لأننا واثقين وعندنا إيمان إن إلهنا القدوس حي وصار بكورة للراكدين. كلنا
قمنا طبعا معاه، دقنا المعمودية، في المعمودية القيامة، لكن هناخد بقى طبعا القيامة الأخيرة في اليوم الأخير. برضو هل القيامة أو قصة القيامة هي قصة في التاريخ ولا قصة عايشينها؟ في التاريخ ولا عايشينها؟ عايشينها. طبعا احنا عارفينها وحافظينها وبندرسها في مدارس الأحد وبنقراها في الكتاب المقدس، بس هي مش تاريخ، دي حياة. لأن المسيح قال إيه؟ أنا هو القيامة والحياة. يقصد إيه بالحياة؟ الحياة الأبدية. يقصد بيها إيه؟ الحياة الأبدية. لما نتعرف عليه، لما نتعرف على مسيحنا، مش مجرد كلام نظري، لا، نعرفه، نعيش معاه، ندوقه، هنا ساعتها هتنفتح عينينا على الحياة ديت. بصوا، السيد المسيح لما قام بجسد بنسميه ايه؟ جسد ممجد. يعني ايه جسد ممجد؟ جسد ما يخضعش للأمور الأرضية، يعني ما بيحدوش مكان ولا بيحدوا زمان، ما يتشافش بس بالعين، ما يتسمعش بالودن دي، ما نقدرش ندركه بالحواس ديت. ليه؟ لأنه هو رب الحياة، الأبعاد بتاعته أعظم بكتير من حواسنا المحدودة. وبالتالي أنا لما بقول إن المسيح قام، هل أنا شايفه؟ هل أنا شايفه؟ سامعه؟ أمال أنا متأكد إنه قام ليه؟ لأننا في المعمودية بناخد عين جديدة وودن جديدة وذهن جديد، والكلام ده بيتجدد دايما بالتوبة والاعتراف والإفخارستية وحياة البر. تمام؟ وبالتالي أي إنسان ما نالش الكلام ده، لما تيجي تكلمه وتقول له المسيح صلب وقام، فمكش. لكن لما أنا أقول لكم الكلام ده فاهمينه ومصدقينه. ليه؟ لأننا احنا خدنا دقنا القيامة دي، فبقى لينا بعد تاني. بعد ايه؟ بعد الحياة الأبدية. فأنا شايف المسيح بقلبي، سمعه بالأذن الداخلية، حسه في حياتي، شاعر بإيده، وعايش على الرجاء ده. عشان كده بعد الحد القيامة بحد، السيد المسيح ظهر للتلاميذ وكان من في وسطهم توما. فالسيد المسيح توما كان حاصر تصديقه للقيامة بحواسه. إن ما كنتش أشوفه، إن ما كنتش أجسه، مش هيآمن. فالسيد المسيح قال له إيه؟ قال له لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم. يبقى السيد المسيح حط لينا بعد أقدر أشوفه بيه. إيه هو البعد ده؟ الإيمان. بعد الإيه؟ الإيمان. وهو ده اللي عايشين عليه. أنا عارف إن أنا ليا يوم هقابل فيه المسيح وهشوفه وجها لوجه. هو اليوم اللي هخش فيه في أبدية مجيدة طويلة ملهاش نهاية. عشان كده عينينا دايما متثبتة على السماء. والقديس بولس الرسول بيقول لنا إيه؟ لأن سيرتنا هي في السماوات. وقال لأننا ليس لنا هنا مدينة بل نطلب العتيدة. عشان كده قديس بولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. في ناس عايشة في الدنيا
بس عشان تاكل وتشرب وتنام وتتجوز وتخلف وتربي وتكبر وتموت بعد كده. لكن هل هو ده اللي احنا عايشين عشانه؟ طبعا احنا هنعمل كده، لكن بنعمل كده لكن عينينا فين؟ عينينا على السماء. فلما بيجي اعمل اي حاجة في الارض بعملها بحيث ان انا في الاخر لازم هروح فين؟ السماء. فبعملها حسب الوصية، مش هكسر وصية عشان الحاجات دي. يبقى قوة القيامة خبرة شخصية الإنسان يدوقها فيلاقي نفسه شخص مختلف، مش زيه زي أهل العالم. لا، إحنا أولاد وبنات القائم من الأموات، فإحنا قائمين معاه. عشان كده السيد المسيح قال لنا اطلبوا أولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. امتى نعمل ده؟ لما نتمم اللي قاله القديس بولس: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهان. ربنا يدينا نعمة ويجعلنا دائما قائمين مع مسيحنا القدوس، له كل المجد والكرامة.